بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة من فبراير، الأول من فبراير. اتكلمنا عن شهر فبراير وقلنا إيه أصله إيه، واتكلمنا عن بعض القضايا المتفرقة الأخرى، وعن الدول بتعاني من نقص استراتيجي، وإن الإنجليز صمموا على إن يحجموا العراق بإن هو يخلوا منفذه البحري قليل جدا، وهو ده السبب في غزو العراق للكويت يعني لأنه حاسس إن هو مخنوق. وهي منطقيا تبقى الكويت جزء من العراق منطقيا، وهي هتحصل كده مع الزمن. لما البترول يخلص الكويت هتنضم للعراق، يعني ده شيء بديهي يعني. وعملوا يعني عملوا نفس الشيء في العراق وعملوه في مصر، ان هم عملوا تشويه جغرافي يمنع هذه الدوله من انها تكون دوله عظمى. يعني تخيل لو مصر والسودان كانت تقدر اثيوبيا تعمل السد ده. ده السد ده على بعد 12 كيلو من حدود السودان. 12 كيلو دي يعني تاخدهم على رجليك في نص ساعة ولا في ساعة يعني. يعني لو بعت شوية عيال كده، عيال صغيرين من من بولاق ابو العيلة، يروح يطربقوا له بالسد ده. شوية عيال من بولاق ابو العيلة الاول يطربقوا له بالسد ده. لكن مش قادرين، احنا مش قادرين نعمل حاجة. وكان البشير للأسف، البشير ده كان من يعني كل من حكم السودان حاجة غريبة. طبعا ده الاستعمار اللي جايبهم يعني، من اول نميري لحد بشير والناس دي كلها. الاستعمار اللي جايبهم دول يعني. البشير ده كان بيدور على اي حاجه قرف لمصر يعرف، اي شيء مقرف خالف تعرف كده. عارف انت، خالف تعرف كده يعني. وافق على السد. انت عبيط. الاثيوبيا دي حكت عليه تقول له هنديك كهرباء ببلاش او هنديك كهرباء مجاني. انت عبيط. ده السد ده قنبله مائيه، يعني لو انفجر او حصل اي مشكله فيه اثيوبيا تقدر تلغي السودان من الوجود. تقدر يعني النهارده الراجل ابي احمد ده يقدر كده يدوس على زرار يلغي حاجه اسمها السودان، بالشعب بالارض بالزراعه بالمواشي بكل حاجه. 74 مليار متر مكعب هيتدفقوا هيكسحوا السودان دي خالص. هيكسحوها من الوجود. مش في حاجه اسمها سودان ولا شعب سوداني. انت بتعمل قنبله على حدود بلادك. انت عبيط. عبيط. هو عايز يغيظ مصر وخلاص يعني. هو فاكر ان هو بكده يقدر ايه. عندهم عقده مصر يعني، ان انا ازاي نتحكم في مصر بقى، وازاي نمنع عنها النيل ومش عارف ايه، والنيل ده بتاعنا، والنيل ازاي. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ هو النيل بتاعكم ليه؟ هو الدوره الهيدروليكيه دي يقول لك اصل النيل ما هو بيطلع من عندنا من اثيوبيا ومن اوغندا. انت عبيط. طب هو جه لاثيوبيا منين؟ هي اثيوبيا صنعته وعندها مصنع بتصنع الميه؟ لا، ده مطر ربنا نزلها. دي دورة هيدروليكية يا حبيبي. لو احنا هنتكلم بقى عن المنابع، خلاص يبقى المطر دي مش بتاعتكم. المطر دي جايه من السماء. يعني لو مصر عندها تكنولوجيا تقدر تخلي الامطار دي تنزل في مصر، وده ممكن يحصل مع الوقت. التكنولوجيا بتحصل مع الوقت. ممكن احنا نخلي المطر ينزل في مصر. هتقدر تتكلم ساعتها تقول لي لا لا مش من حقك. ده حاجه بقى فوق في السماء مش بتاعتك. انت ليك الارض مالكش السماء. فما بفكرش كده. الميه ايرادات نهر النيل 1000 مليار متر مكعب. احنا اللي بيجي لنا كمصر 55 مليار. كلام فارغ. ده الايراد بتاع نهر النيل 1000 مليار متر مكعب، يعني تسقي العالم كله ميه. الثلاث ارباعه بيضيع في المستنقعات، وبيضيع في الهبش، وبيضيع يعني ما فيش مشكله ميه اصلا. انت عايز تعمل حضاره اعمل حضاره. انت ايه هو فاكر بقى انه لما يعمل بقى بتاع سدود ويعمل طاقه ويطلع كهرباء هتعمل ايه بالكهرباء؟ انت عندك صناعه ولا عندك نيله ولا عندك زفت يا راجل؟ تنيل على عينك. هتروح تبيع كهرباء؟ يعني كل الحكايه دي عشان تبيع الكهرباء. طبعا امريكا اللي شجعته الى كده. اللي ليه بقى؟ الناس مش فاهمه. حتى ترامب قال الحكايه دي، قال انا مش فاهم احنا ليه امريكا مولت سد النهضه. لان هو برضه حمار مش فاهم. هو لما قامت الثوره في مصر، التقديرات الامريكان قالوا ايه اللي هيحصل؟ قالوا لو قامت الثوره، لو حصل انتخابات ديمقراطيه هيفوز فيها ايه؟ انتوا عارفين الجماعه بتوع حسن البنا. وبالتالي ممكن تبقى مصر دوله معاديه لامريكا، تبقى زي ايران. والواد اوباما طلع قال كده، قال مصر ليست دوله حليفه لامريكا. يعني تصريح كان ساعتها غريب جدا. قال مصر ليست دولة حليفة، يعني في عز الثورة وفي عز الناس فرحانة طلع يقول لك مصر مش دولة حليفة لأمريكا، هي دولة صديقة.
هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا بيمهد اللي بيقرا يفهم، بيمهد لان مصر تبقى دوله ما بقت كانت صديقه وما بقتش صديقه، بقت دوله معاديه، لان ممكن يبقى فيها تكرار التجربه الايرانيه وتبقى معاديه لامريكا. فعشان كده مولوا سد النهضه. يعني اسباب ان امريكا مولت سد النهضه هي ثوره يناير، تخوف امريكا من ما سيحدث في بعد ثوره يناير. ادي دلوقتي لما فشلت الثوره وانتهى الموضوع، امريكا رجعت تندم تقول يا ريتنا ما مولنا سد النهضه، لانهم مش عايزين مصر ضعيفه، لان عايزين مصر من ركائز الايه السياسه الامريكيه في المنطقه. يعني مش عايزين مش عايزينها تبقى قويه جدا صحيح، لكن مش عايزينها تبقى ضعيفه يعني بقى وبتاع، وممكن تخش في حروب مع اثيوبيا، لان اثيوبيا دي بتاعتهم. اثيوبيا متعد انها دوله مسيحيه تماما، وبالتالي هم بيعتبروها من الركائز. ايام السادات انا فاكر كان في حرب بين اثيوبيا وبين الصومال. اثيوبيا دي كان بيحكمها واحد اسمه منجستو مريم، ده شيوعي دموي، شيوعي كان معادي لامريكا. وكان الصومال بيحكمها واحد اسمه زياد بري، كان صاحب السادات. زياد بري جه للسادات قال له الحقني اثيوبيا مش عارف ايه، الحقني. قال له طب تعالى، خده من ايده وطلع على امريكا. خده من ايده وطلع على امريكا. قال لهم الراجل ده معانا ومع امريكا ومعانا، والراجل بتاع اثيوبيا ده شيوعي وضدكم بتاع. عارف قالوا ايه؟ السادات قالها، السادات دي قالها انا سمعت. قالوا له اثيوبيا دي دوله حليفه لينا، حليفه استراتيجيه لينا. شيوعي مش شيوعي دي مش مشكله، دي حاجه مؤقته احنا ممكن نشيله. انما اثيوبيا دي ركيزه من ركائز السياسه الغربيه في المنطقه. تخيل، لانها دوله مسيحيه. قالوا له كده وش كده. فسادات قال لهم طب والراجل ده الطيب اللي انا جايبه معايا العبيط ده؟ قالوا له بص تعالى يا زياد، احنا ممكن نديك قرشين خلاص، بس تدينا قاعده عسكريه في الصومال. هو ده اللي نقدر، اقصى حاجه نديها لك، ان انت تدينا حته ارض على البحر ونعمل لها قاعده عسكريه، ونديك قرشين كده كل سنه 50 مليون دولار بتاع شويه فك كده، تهيص انت وعيلتك فيهم. حاجه مهزله يعني، حاجه مسخره يعني. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ان يعني الدول بتعاني من تشوه. نيجي بقى لروسيا. روسيا عندها تشوه برضو، ان هي مزنوقه. بص كده على الخريطه هتلاقيها مزنوقه بحريا. يعني هي عشان تطلع على البحار، تخيل لازم تعدي عبر ايه؟ ممر اللي هو بتاع اللي موجود في تركيا ده، بحر مرمره بقى ولا مش عارف ايه ولا بتاع ايه، حاجات كده، قناه اسطنبول وقناه حاجه كده يعني. تخيل دولة عظمى زي دي، مش لازم عشان تطلع سفينة واحدة في البحر لازم تاخد إذن من تركيا. هي عندها منافذ بس على المحيط المتجمد الشمالي، صعبة جدا، مش في قلب التجارة. هم عايزين يبقوا في البحر المتوسط. والبحر المتوسط ده هو بحر الحضارة، بحر الحضارة. فيقول لك حلم القياصرة هو المياه الدافئة، ان هم يوصلوا. لذلك في اتفاقية سايكس بيكو، الناس مش واخده بالها. اتفاقيه سايكس بيكو ما كانتش تخص بس تقسيم العالم العربي والكلام اللي حصل، لا، ده كان طرد الاتراك من الاناضول وتسليم اسطنبول لروسيا. تخيل روسيا كانت هتبقى عندها اسطنبول وترجعها باسم القسطنطينيه، وهي اللي تسيطر بقى على ايه؟ على بحر ايجا وخلاص بقت هي مكان تركيا حاليا، روسيا. لكن ربنا سبحانه وتعالى كان رحيم بالمسلمين، ان قامت الثوره الشيوعيه في روسيا. الشيوعيين كانوا كارهين، ما كانش عندهم بقى العمق الاستراتيجي وفاهمين ان الاتفاقيه دي لصالحهم كروس. هم افتكروا ايه؟ ان نفس نظريه عبد الناصر. ده كلام فارغ ده. احنا لما تنتصر الشيوعيه في العالم، هو كان عندهم اعتقاد ان الشيوعيه هتنتصر في العالم كله، وهيبقى العالم كله دوله واحده تحت قياده الاتحاد السوفيتي. ففضحوا اتفاقيه سايكس بيكو وطلعوا الاتفاقيه، قالوا بصوا كانوا عايزين ايه واحنا انسحبنا من الاتفاقيه، مش عايز كده. الروس دلوقتي انا شفتها في قناه روسيا اليوم، شفت برنامج بيتكلموا جايبين خبير استراتيجي روسي بيقول اكبر غلطه عملتها الثوره الشيوعيه في روسيا انها انسحبت من اتفاقيه سايكس بيكو. اتفاقيه سايكس بيكو دي كانت هتدينا الاناضول والقسطنطينيه، وهتحقق لنا حلم الوصول الى المياه البارده، المياه الدافئه.